الانطباع ديالي حول الموضوع ديال التجربه الجماعيه السابقه واللي عشناها جميع الحمد لله كفاعلين تشاركيين في هذه المدينه سواء مع المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، انه كنا عشنا ديك البدايه العسيره والصعبه، وكنا كنتذكروا النقاشات الحاده اللي كانت ديك الوقيته. مثلا دار الثقافه، الاحداث ديال دار الثقافه، تحويل السوق الاسبوعي، كانت نقاشات المدينه كانت كتغلي بين توجهين، وكانت هناك قرارات مصيريه واللي نشكروا سواء المعارضه ولا الاغلبيه اللي كانت عطاتنا واحد الذاكره دابا ترسخت لنا في الذاكره ديك الارصاد ديال ديك التجربه. وكنحيي الاخوه اللي كانوا الزعيمين ديال ذاك الفريق، لان ماشي غير السي بنواري ولا السي، ولكن كان فريق كتذكروا السي يحيى، كتذكروا الاخوان السي بوزكو، السي الشكر، الاخوان كاملين اللي كانوا في المعارضه، السي القسطلاني، الاخوان كاملين كاينين، السي سمايو، كانوا نقاشات في الدورات كتسناو حتى غتكون دوره. واللي بغيت نقولوا في هذه التجربه هو انه لا في الشق الاول هو هذا، ولكن في الشق الثاني غادي نمشيو لواحد الدراسه حاله اللي كانت وقعت لنا مع الاخوان، باش كنهضروا الاخوان على السي وعمو والسي بنواري التجربه ديالهم، ولكن نعطيكم واحد الحاله اللي كانت كنتذكرها اول نشاط كنا نذكروا على التعامل معهم في مجموعه من المواقع، ككاتب عام ديال اتحاد الرياضه التزنيت، كنادي شباب المدينه، كمؤسس في مجموعه المؤسسات التعليميه. اول نشاط كنا نديروه في ثانويه المسيره الخضراء، كانوا يجوا عندنا اساتذه جامعيين وشي ضيوف ديال المدينه مديزين، دبرنا على شي حوايج، بقاو لنا شي حوايج، قلنا نمشيو عند البلديه، تلاقينا مع الاستاذ السي عمو وهضرنا ليه على النشاط وتفاهموا، طلبنا ليه 3 د الحوايج قبلهم كاملين، صافي سيروا عند السي حسن البنواري قول لي راه عطانا الرئيس اوكي. مشينا ناشطين قلنا سميتو، مشينا عند السي حسن البنواري، هذه غير على سبيل البسط والنكته. مشينا عند السي حسن البنواري، دخلنا هي اش قال لكم الاستاذ؟ قال لك هز لي الطبله ديال الغداء وواحد الشومبر اللي غادي يباتوا وواحد لابوست، هادشي مزيان وانا نسيت ورقه. عادي ديريكت ما فيهاش. قلنا لي واخا عطينا غير باش غادي تكلم، قال لي اسيدي لابوستي ديال 30 واحد اللي عندكم وباقي غنشوف مع السيد الحامض، يعني راه باقي فيه مزيان. قلنا هذاك الشيء اللي غنذكروا عليه، مشينا عند الشركاء الاخرين دبرنا عليه. ملي وصلت الوقيته ديال لابوزيتي فعلا كانت في الوقت، ولكن ملي دارت الطوموبيله مارشاريه نزلت الطبله ديال الكيسان وبوطه وقرب السكر وباقيه تاتاي وباقيه الكفري. هذه في البدايه، ولكن تحسن السلوك من بعد. قلت للشوفور ياك ما غلط السي الحسني كيفاش لا عبد احمد غير رانا معروف. هذه غير على سبيل البسط، ولكن في الحقيقه كانت الاخوان. واخر مره حضرت لهم في الطرف ديالهم على الغيره ديالهم ديال المدينه هي ديال النهار كان الفيضانات، كانوا في تيزنيت اللي كان السيد وزير الداخليه والسيد وزير المنتدب، وكان ترافع كبير قدام دوك المسؤولين، واللي يقولها بانه في يومين تلقات على منظومه الداخليه لواحد 2 الملاير واللي هي اللي كانت في الغنى. السلام عليكم. بالنسبه للمداخله ديالي حول موضوع تجربه المجلس الجماعي السابق، سأتحدث من زاويه الموظف ومحبوس الموظف جماعي مطلوب شيء الكلمه، واضم صوتي للمداخله ديال السي ابراهيم أدردور اللي قالت التجربه ما زالت قائمه، مازال ما انتهتش، وخير دليل هو هذا اللقاء والحديث عنها. بالنسبه لي كموظف في التجربه السابقه، خاصه المرحلتين 2003 حتى 2015، حسيت فيها بواحد التغيير كبير. الدور ديال الموظف الجماعي التقليدي مقارنته مع التجربه الجديده التي استطاعت ان تدفع بالموظف الجماعي لان يكون حتى هو كما كيقول كما قال السي حسن قبيله ذاك المتطوع اللي كتمشي مع البرنامج، بعدا كتحس بانه كاين واحد التصور للمشروع ديال المدينه. ثم التصريف ديال التجربه طيله المده، المرحله ديال الاحداث ديال المراكز الثقافيه والتغيير اللي دارت الكبير والديناميه والحركيه. باش ما نطولش السي عبد الله، انا جيت باش نطرح 2 ديال الاسئله. واحد الاستاذ عمو واش كيشوف بان القانون اللي تيقول الحد من المرحله ديال الموندا يكون 2، واش منصف ولا لا في علاقتك مع تيزنيت، وربما رغبتك في اعاده تجربه سير مدينه تيزنيت؟ بالنسبه للسي حسن بنواري، هل ممكن نشوفوا السي حسن بنواري في رئاسه ولا في تيت دو ليست
ديال اللائحه ديال الاتحاد الاشتراكي في جامعه تيزيت مستقبلا؟ شكرا. اللي هو رجل دوله، رجل ديال المرافعه، رجل ديال الدفاع عن تيزنيت وعن مصالح اهل تيزنيت. وكاين واحد دينامو اخر اللي هو هادي وساكت اللي هو الاستاذ حسن المنوري. اذا تجمعوا الديناميات بجوج راه اكيد غتعطي تجربه متميزه. تجربه متميزه كتبدا اساسا هي المدينه فعدد كبير من المراكز الثقافيه، دار الثقافه بمعايير وطنيه. راه في المغرب ما تلقاش بحال دار الثقافه اللي عندنا في تيزنيت. المسبح البلدي، مجموعه من البنيه التحتيه، تاهيل الاحياء. اذا هناك برنامج طرحوا عليه الاخوان وجابوا وضعوا على ارض الواقع. هنا كذلك حتى تفعيل الامازيغيه حتى مازال ما دارش الدستور. هاد الاخوان كنعطيو بهم المثال في اللقاءات الوطنيه اللي كنديروا حنايا. هاد الناس ساهموا في تفعيل الامازيغيه على المستوى المحلي في تيزنيت. انه مثلا مركز تينهيلان راه ما ساهلش تجي المدينه وفي دوله اللي هي نقول اوروبيه بين قوسين تسمي مركز تينهيلان، راه ما ساهلش. هو خير الدين مجموعه من الاجراءات اللي كدار من اجل تفعيل هذه اللغه وهذا المكون الاساسي للهويه الحضاريه ديال هذه البلاد. كذلك لابد ان نسجل مجموعه من القصور على هذه التجربه. كاين قصور على المستوى الاقتصادي وتشجيع الاستثمار. تيزنيت غادا نتفق مع الاخت اللي قالت هي دورتوار ما كاينش شي حاجه اللي تكون رافعه وتكون تمتص الشباب المعطل وحامل الشواهد. كاين كذلك نواه جامعيه. واش الشباب احسن منا؟ واش بالميم احسن منا؟ عندنا استاذين مثلا الاستاذ عمو والاستاذ النواري. هل يعقل ان تبقى مدينه تيزنيت بدون نواه جامعيه؟ ثم خصوص ما قال سعيد رحيم الاستاذ سعيد رحيم على ملفات الفساد. انا كنقول لك ان الاخوان في العداله والتنميه في احد المهرجانات الخطابيه قالوا عندنا ملفات فساد على هذه التجربه، ملفات فساد كبرى على هذه التجربه. نقول لهم يا اما تطبعتوا مع الفساد وهذا مشكل معكم، الا تطبعتوا مع الفساد وتحالفوا مع البي بي صار مشكل، واما كنتو كتضحكوا علينا، اما كنتو كتضحكوا علينا من اجل استمالة اصواتنا كناخبات وكناخبين. وتحية مجددة وتنمير. أنا وانتيني الأستاذ عمو ولا الأستاذ حسن الرواري أكون بعد نسيمور أكون سيمير سوري الإسكان طاوسي الإسكان مدينة تيزنيت رغم اختلافاتنا معكم. اللي نقول صراحة هو أنه من خلال كلام ديال الإخوان كاملين اللي كانوا حضور هذه التجربة السابقة ديال الجزء البلدي، أنا بدوري كنقول بأنه هذه التجربة كانت رائدة على المستوى يعني نقولوا الاشخاص انه شخصين الاستاذ عمو بانه كما قالوا الاخوان كان كيبحث كان كيترافع كان كيقوم بواحد المجهود جبار من اجل ابراز الصوره الحقيقيه ديال مدينه تيزنيت، وبالتالي فكان نجاح كبير بالنسبه لي. وكذلك الاستاذ يعني سي حسن بنواري اللي هو دائما كيتواجد في المكتب ديال الجامعه. وفي الحقيقه يعني اليوم لما انقلبت الموازين ويعني حزب العداله والتنميه وانا كنحيي الاخوان اللي فيه، ملي كتمشي للبلديه اليوم كتلقى راسك ان خاص شي حاجه في هذيك البلديه. يعني تصوروا معي 7 أشهر 8 أشهر تقريبا وانا اطالب رئيس مجلس بلدي من باب القانون انه طلب الجمعيه طلب رئيس مجلس بلدي. ما بغيتش نترافع بهذيك الطريقه اللي هي انه طق ندخل ونجلس، لا بغيت شي حاجه اللي ممكن انه نجي مرفوع الراس ونجلس ونناقش مع السيد رئيس المجلس البلدي. وبالتالي 8 شهور ولا 9 شهور دابا قريب عام ما عمرني يعني رئيس المجلس البلدي قال لنا نجيو نجلسوا معكم، يعني رغم انه توصل مرارا وتكرارا بالطلبه لانه عطى اولا يعني بحكم انه ديك الشراكه اللي كتجمع الحزب ديال الرفاق والحزب ديال الاتحاد الاشتراكي عطى مقعد برلماني على حساب حزب التقدم الاشتراكيه لصالح يعني حزب الوراء. ومساله اخرى يعني في البلديه ديال تيزنيت من الشق ديال العمل الجمعوي وانتم كتعرفوا هذا الشيء اليوم، يعني كلشي كيقول بانه ربما عمل جمعوي يعني نقص العمل الجمعوي ما بقاش هذيك يعني الديناميكيه اللي كانت قبل على مستوى الدعم
ديال الجمعيات في الحقيقه هذا الشيء كاين، ولكن كنتمناو انه هاد الناس، لانه السياسه كما كتعرفوا جميع هي هي تجارب، هي مدارس مختلفه، افكار